ما نخلي ما نشري من الفريب، مغرومه ياسر بالفريب بطبيعتها. توا ازمه الحليب والسكر والقهوه يكملونا الفريب بالحق. وقت يصير يمكن ما نعرفش اللي يصير في البلاد بالحق باش يكملوا ينحيونا الفريب، يكملوا يدخلوا لديارنا ينحيونا المبل نتاعنا يهزوه. صباح الخير. صباح الخير. لاباس؟ الحمد لله. عنا اسئله نحبوا نسالوهم لك. مثال تفضل بنتي ما يصيرش. السؤال الاول، لو ينقطع الفريب في تونس شنو يصير؟ والله انا كان يكملونا يقطعونا الفريب ما فهمتش كيفاش باش نعيشوا، خاطر الفريب هو اساس توا بالنسبه اللي عنده سيرتو صغيرات. فهمت، كان سبدريات، كان حوايج، كان كبابط، كان معناها ما نعرفش بالحق. يمكن معناها يصير ما يصير في العباد سيرتو اللي توا العباد الكل بريسك العباد الكل ما عندهاش ظروفها ما تسمحش هاك تري كيفاش نعيش. ولا سمت افلام في المتناول توا؟ لا والله بريسك في المتناول باهي بالنسبه لي انا باهي. سيرتو السبدريات ولا بوتس ولا باش تاخذوا ب 10000 15000 تاخذوا في البوتيك ب 80 دينار ولا ب 70 دينار. العباد ما تقدرش بنتي، ما تقدرش باش تشري الحاجات هكا. ناخذ انا سبادري ب 10000 وجديد وما فيه لا تقطيعه لا فيه حتى شيء، ما ناخذ زوز انا نبدل بهم خير ما ناخذ واحد ب 80 دينار، سواء انا ولا ولادي كيف حتى ولادي كبار. معناه الفريب هو بالنسبه لنا نحن هو الكل الفريب. معناه كان في هكا في فرح في مناسبه في عيد يتلز واحد يمشي للبوتيكات، اما عام كامل نلبسوا كان من الفريب. انا واحده من الناس كان ينحيوا الفريب ما نعرفش، كان يخرجوا يعملوا اش يعملوا انا معاهم نخرج انا معاهم يا خويا. ظاهره فيك مغرومه برشا بالفريب. اي مغرومه كان بالفريب، يا كواتات يا كوفيرتات ما نخلي ما نشري من الفريب، مغرومه ياسر بالفريب. ربي يفضلك. معناه انت كي تراها كان ينقطع الفريب تصير ازمه في البلاد كبيره برشا. تصير ازمه هي بطبيعتها توا ازمه الحليب والسكر والقهوه يكملونا الفريب بالحق. وقت يصير يمكن ما نعرفش اللي يصير في البلاد بالحق باش يكملوا ينحيونا الفريب، يكملوا يدخلوا لديارنا ينحيونا المبل نتاعنا يهزوه ويكمل. هذاك هو شو نقول لك انا، شنو ناقص مازال باش يعملونا اكثر من هكا. معناها على حسب كلامك كان ينقطع الفريب الزوالي ما عادش ينجم يعيش صغار ولا بالصغار. ما عادش اختي اللي عنده حتى زوز صغار توا ما عادش اللي يجيب 3 و4. اما نحكي لك حتى اللي عنده صغار ولا عنده صغير وكاري كيفاش باش ينجم يلبس سامحني وصغير ويقرا باش يشري له سبادر باش يشري له سيرفاتمون جديده باش يشري له مريول جدد. قداش كبوت جديد قداش يحب له 300 دينار صغير لبسته. فهمت، هذايا ما ينجمش حتى باش يبدل. توا لهنا يبدل شوف قداش من قطعه واحد شو ها كيما المدام شوف قداش فرزت لولدها من قطايع توا ب 500 فرنك القطعه. حوايج جدد نبره لا تقطيع لا فيهم حتى شيء. انا بيجي بنتي وتخدم وناخذ لها من الفريب، نجي كان ناخذ لها من هنا من الفريب كان تويتي سبادري جديد ناخذه لها، كبوت جديد ناخذه لها باش تبدل. توا ما عادش صغير يلبس سبادري باش يقعد عام كامل بسبادري، دونك نمشيو للفريب. نحن الفريب هو الكل. والله كان يتنحى بالحق ما نعرفش شنو اللي يصير. سيرتو الفريب توا الخضره هاي زادت او الحليب او القهوه قاعدين نعديو، اما الفريب يمكن تقيم القيامه فيه صدقني يعملوا. معناها لسوم معناها مريقله ومناسبه في متناول العيشه الكل. مريقله سواء هنا انا بنت الحلفوين سواء في الحلفوين نهبط للبحري كيف حتى في البحري متناول. فما حاجات بالحق اللي يعرفوهم دماغك يعرفوهم هذوكم يعلقوهم اغلى شويه بالحق. مثلا ساك يعرفوها ساك تسوى يبيعوها ب50، اما انت تشريها لبرا ب200 و250 يبيعوها لك هكا 80 50. فهمت، معناها توا اللي ماخك تلقاهم كان في الفريب. تلقاهم في الفريب. انا ساك مره ساك معناها نفهم شويه في الماركت قلت له قداش قال لي 150 دينار وانا نشوف فيها لبنتي. فهمت يعني ولاو فيقوا في حاجات فيقوا. اما الحوايج يا خويا بصراحه الزوالي يلبس من الفريب والله المامو في الفريب. لا والقطايع فما بالرغم من الصغارات مش حتى انا كبيره تقول لك انا نلبس انا ولدي تبدا كبوت ولا حتى حوايج تبدا معناها القطعه ما فماش صغير لبس منها. مش كيما تمشي للاسواق انت تشري القطعه مضرحه توا من الاسواق. فهمت، تشري سيرفاتمون ب 40 دينار وهي مضرحه تحطها في الماكينه تلقاها كلها تعمل لك الفلفوله وتصنصر واحد. تشري انت قطايع من الفريب تغسل والبس تبدا حتى القطعه بدينار وب2000 وتبدا تصلح.